مرحبا بكم في لقاء متجدد اليوم وبنزول عدسة برنامجنا للحكاية بداية مع ياسر وشارة لتغطية هذا الحدث ومن قلب هذا الحدث وتحديدا من مسرح ريفولي ومسرحية ايه اللي بيحصل ده. ومعنا اساس البروفات واساس المسرح المؤلف والشاعر الجميل المسرحي والشاعر الغنائي ومكتشف النجوم طبعا ايمن العوضي. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك، الله يخليك. منور الدنيا. ده نورك. طبعا احكي لنا عن المسرحيه واحكي لنا عن النجوم النهارده، ونعرف ان الاجواء كلها والمحتوى ناقش قضيه السوشيال ميديا والمنصات الالكترونيه واثرها في المجتمع المصري. في الاونه الاخيره حصل جدال طبعا السوشيال ميديا على الموضوع دوت، في نفس الوقت كمان بيعرض المسرحيه بشكل كوميدي. هو المسرحيه بتقول إن احداث العرض بتقول انه الفيسبوك ليس لتصفيه الحسابات الشخصيه، ولكنه موقع للتواصل الاجتماعي المحترم. ده الاساس فيه. بيشرفنا جدا انه ده ثالث عمل عمله مع مخرجنا الكبير، تاريخ العظيم الأستاذ حسام الدين صلاح. عملنا قبل كده عبد الموجود على الداونلودز، وعملنا مانجا هندي، والحمد لله كانت أعمال ناجحة. وإن شاء الله قريبا في برضو مشروع كبير. مع الاستمراريه والمجموعه الحلوه والالفه، وحضرتك لسه طارح هذه الفكره اللي الفكره الكوميديا هي اللي شغاله، لان احنا زي ما انت مواكب هذه الاجواء اللي هي طبعا الصعبه في مجتمعنا، فاحنا عايزين نضحك زي ما بيقولوا الناس، وفي نفس الوقت انت مختار عنصر جميل جدا المخرج حسام الدين صلاح، يمكن ثلاث حاجه تعملوها فطبعا يبقى نجحت الاعمال الفنيه بتاعتكم. تمام. هو دايما الاستاذ حسام في اي لقاءات بنعملها، فلما حد يقول له حضرتك تاريخ، يقول له اذا كنت انا التاريخ فايمن هو الجغرافيا بتاعتي. ابطال المسرحيه بقى. والله ابطال العرض الاستاذ وائل عوني من نجوم مسرح مصر، طبعا حد جميل. عمل شخصيه عبد الموجود، شاب صعيدي. وفي الاستاذ رضا حامد، كوميديان الجميل. طبعا الاستاذ عيد ابو الحمد، استاذ محمد الشربيني. ونجمه العرض الجميله آية نبيل، وهي الحقيقه يعني بيعاد اكتشافها من جديد، لان هي استعراضيه جميله جدا وروحها حلوه قوي في الكوميدي. وان شاء الله ادائها انا واثق انه هيعجب الجمهور. المنتجه طبعا منى سعيد. وفي ان شاء الله العرض فيه استعراضات وفي اغاني متميزه جدا. تصميم الاستعراضات الاستاذ ياسر يني، والالحان الاستاذ الكبير صالح ابو الدهب. باذن الله تعجب الناس. طبعا اشعاري برضو انا اللي كاتب الاغاني والاستعراضات. ان شاء الله باذن الله تكون يعني حاجه لطيفه وتعجب الناس. وباذن الله بندعي الجمهور الجميل بتاعنا يوم الاحد على مسرح الهوسابير ان شاء الله. 25 انتظرونا على مسرح الهوسابير بتاع سمير غانم ان شاء الله. العرض اول ولا عرض اول؟ عرض اول. عرض اول ان شاء الله، انتظرونا. في الاقصر ان شاء الله. والله محافظات بقى. انا سامع ان انت بتكتشف النجوم وبتيجي كده، يعني زي ما بيقولوا في كواليس كده في البروفات، تكتشف كان حد بتخطفه كده زي ما بيقولوا الاضواء عشان يبقى في مستقبل ليهم، الشباب اللي هي الواعده اللي هي ادائها كويس المسرحي. والله في عناصر كويسه. في فنانين شباب مش واخدين فرص، وتلاقيهم بيشتغلوا مع فرق هواه وبتاع، لكن هم في موهبتهم يستحقوا ان هم يكونوا نجوم. يعني المفروض يكون في تسليط الضوء عليهم، على اساس ان احنا برضو نعمل صف تاني وتالت ورابع للناس لان المسرح برضو يعني انت شايف طبعا. وبعدين انت دايما الفن محتاج، سواء مسرح او سينما او تلفزيون، محتاج انك تضخ دم جديد على طول. يعني احنا الفنان الكبير استاذنا الاستاذ اشرف عبد الباقي قام بالمبادره وطلع النجوم في مسرح مصر. طبعا كلهم ما شاء الله، كل واحد له خط خاص بيه وطعم خاص بيه.
وهم دلوقتي لا يخلو اي عمل فني من احد اعضاء الفرقه. احنا باذن الله ربنا يسهل بنحاول ان احنا نطلع برضه وجوه جديده. والاستاذ حسام طبعا طول عمره مكتشف نجوم، زي ما اكتشف فنان محمد رمضان قبل كده وكان سبب في طلوعه على المسرح. باذن الله برضه هنقدم ناس وجوه جديده ويستحقوا ان هم ياخدوا فرصتهم يعني ان شاء الله. طب احنا شايفين نجم هيخش معانا في اللقاء نفسه يخش، لان هو حبيبي طبعا نجم كبير ونجم طبعا محترم واحنا كلنا بنعزه، واب الروحي للفنانين اللي هم الناس اتفضل يا استاذ عيد ابو الحمد. منور الدنيا، الله يخليك، منور الدنيا. انا جاي في النص بقى، تعالى كده اظبط الكادر يا استاذ احمد. منور الدنيا، الله يبارك في سيادتك يا استاذ. احكي لنا على البروفه شكلها ايه النهارده؟ لا البروفه كل يوم كويسه جدا جدا الحقيقه يعني، واخدين الموضوع بجد. الاستاذ حسام يعني عامل الاستاذ حسام الدين صلاح، الاستاذ حسام الدين عامل شغل حلو جدا جدا، ربنا يوفقه. وبعدين انا ما كنتش في المسرحيه من الاول، لان هم كانوا بيعملوا المسرحيه ديت من زمن. استاذ ايمن كان بيقول طبعا ان المسرحيه بشكل كوميديا، يعني انت بتناقش قضيه السوشيال ميديا والفيسبوك والمنصات الالكترونيه، فهو مش هيلاقوا يعني. الله يخليك. لا كتابه الاستاذ ايمن، كتابه الاستاذ ايمن كتابه جميله جدا، كلها كوميديا ساخره وجميله وحلوه حقيقي يعني. انا سعيد ان انا شغال من شغله. هم الله يخليك يا استاذ، هم طبعا بعتوا لي يعني ركبت مطرح حد، واخد بالك. انا كان نفسي اشتغل فيها من زمان، وكنت متغاظ جدا منهم انهم بيعملوا المسرحيه ولا لا. والله كلموني الساعه 2 بالليل قالوا لي لازم تيجي، قلت لهم انا ما بشتغلش مسرح في ايام السيزون لما بيفتح، ما بشتغلش مسرح صراحه. قالوا لي لا عاوزينك وبتاع، قلت لهم خلاص انا شرف كبير طبعا. الله يخليك، عشان لما عرفت طبعا انها بتاعه الاستاذ ايمن، مش عشان هو واقف، لان انا بحب شغله وبحب كلامه، وعشان خاطر الاستاذه منى السعيد طبعا استاذه حبيبتنا وانا سعيد ان انا معاها. وبعدين كان نفسي اشتغل مع الاستاذ حسام الدين صلاح، بقالي كتير يعني، انا عارفه من ايام فؤاد المهندس. مسرحي ممتاز. انا عارف الاستاذ والله طبعا فؤاد المهندس. لا ايام فؤاد المهندس انا كنت اشتغلت. حبيبتي عمل هلا حبيبتي، وعمل قاعدين ليه لسعيد صالح، وده كان عرض جامد، وعمل يمامه بيضاء لعلي الحجار في المسرح القومي. استاذ حسام طبعا مخرج كبير جدا. انا على فكره عايز اقول حاجه، انه كان يوم عيد وجود الاستاذ عيد في ايه ذكريات تانية مع الاستاذ حسام؟ كنت هتقول حاجه. انا بقول لحضرتك اشتغلت مع الاستاذ حسام، واشتغلت مع الاستاذ الله يرحمه فؤاد المهندس 7 سنين في عمو فؤاد، 7 سنين في مسلسل عمو فؤاد. طبعا ايمن طبعا، او الدكتور ايمن، ما اشتغلتش معاه في اي مسرحيه من المسرحيات؟ لا حقيقي لا، اول مره احنا اصحاب جدا جدا. انا حاسس ان في علاقه طيبه بينكم جدا. لا في علاقه، ده في علاقه جامده جدا والله العظيم، على المستوى الشخصي انا بحبه وهو بيحبني، وبنقعد مع بعض وبنتكلم مع بعض. استاذ عيد من كتر صداقتنا لبعض والتواصل الانساني، فبفتكر دايما جمله الشاعر الجميل احمد فؤاد نجم اللي قالها عن مصر، بس انا بقولها للاستاذ عيد يعني: هربت منك لقيتني فيكي، بعدت عنك قربت ليكي. جميله يا دكتور ايمن. والله انا حديث مثمر وشيق جدا، وانا بصراحه ما بزقش منكم بصراحه، عايز اللقاء يطول اكتر واكتر، بس دائما ان شاء الله لينا لقاءات اخرى دايما مع بعض، واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله من جديد، ان شاء الله نتقابل على خير. اختم اللقاء ده بحاجه لطيفه جدا انا فخور بيها قوي، يعتبر اعظم عمل عملته في حياتي وفخور بيه جدا. اوبريت صمود غزه، غنى لي فيها الاستاذ مجدي القاسم المطرب السوري، استاذ حلمي عبد الباقي، كورال اطفال الاوبرا. فهنقول غنوه تحيه لاخواتنا في فلسطين. نختم بلقاء اغنيه الاستاذ مجدي القاسم، وعلى فكره هو بيسجلها قال لي حرام عليك انت خلتني اعيط. بتقول: يا وجع في القلب ساكن طايل كل الاماكن، حقنا ضايع ولكن هنجيبه بدمنا، صابرين على اللي حاصل، نقع ونقف نواصل، يا حدود فيها الفواصل بتأجل حلمنا، سيب لي أرض وامشي وأنا عمري ما سيبها وامشي، يا صمود صاحي ما نمشي الصحوة في قلبنا، بكتب وأنا دم سايل مفيش أي بدايل، كل جروحي رسايل مبعوثة لربنا،
يا صمود بشموخ وعزة، يا جروح الروح بهزة، يا حبيبة قلب غزة، تعيشي واموت انا. وجميله جدا، وبهذه الكلمات مفيش احلى منها طبعا بنختم بيها دكتور ايمن. وان شاء الله تحياتنا لكل مشاهدينا، وان شاء الله بالتوفيق دايما. توفيق يا فنان. بالتوفيق يا حبيبي، ربنا معاكم ومعانا ان شاء الله. باذن الله العرض اليوم 25 انتظرونا على مسرح وسبير ومسرحيه. ايه اللي بيحصل ده؟ شكرا لكم اعزائي المشاهدين. ايه اللي بيحصل ده؟ السلام عليكم.